بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وفي احسن الاحوال. صباحكم زي الفل، صباحكم زي الهنا. حط لايك للفيديو وكومنتاتكم الحلوه الجميله اللي بتسيبنا طبعا. انتوا بخالين في اللايكات والمشاهدات والدنيا خربانه خربانه خربانه. هل المحتوى بتاعي البيت ازاي ما عادش بيعجبكم؟ هل المحتوى بتاعي انا مقصره فيه؟ هل انا بتقول هلا كتير. صباحكم زي الفل، صباحكم زي العسل. النهارده بقى يا ولاد، النهارده بقى انتوا عارفين زهي والعشق. العشق ايه اللي هو العشق ده؟ بس ورق العنب. يا لهوي يا لهوي يا لهوي على محشي ورق العنب، بموت فيه. النهارده هنعمل لكم فيديو زي العسل، فيديو زي الفل. خليكم معانا، يبقى في فيديو حلو قوي ان شاء الله. بس حط لايك للفيديو وكومنتات الحلوه الجميله. كلمتين وما لهمش تالت، كلمتين وما لهمش تالت. صباح الخير عليكم الاول. بعد ما تحطوا اللايك وتصلوا على الرسول وتسموا الله كده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا حبايب قلبي، يا احلى متابعين في الدنيا، يا احلى متابعين ويا احلى مشاهدين واحلى حاجه في العالم كله. صلوا بينا على النبي، صلوا بينا على النبي. خير في سلامه وسلامه في خير. في ايه يا زهر؟ طبعا يا جماعه الخير مش بعد المعروف ضرب الكفوف، تمام؟ طبعا دلوقتي انتوا شايفين اللي موجود على الساحه دلوقتي وموجود اللي بيحصل، وانا قلت انا بعيد. تمام تمام. الناس او القنوات اللي من العيله اللي متعمده على طول تغلط في الست لطيفه، او تشتم الست لطيفه، او تهينها، او تغلط فيها، انا لحد دلوقتي ساكته. ولحد دلوقتي بقول يا بنتي يا زاهيه اسكتي، يا بنتي يا زاهيه بعيده عن المشاكل، يا بنتي يا زاهيه ابعدي، لان هم بيجروك الطريق وانا مش عايزه اتجر فيه. انا حبيت اقول الكلمتين دولت، مش عايزه اعمل بس عشان ما نجرجرش بعض في البث ولا الكلام ده. تحذير، تحذير، واول واخر مره تحذير، تحذير واول واخر مره تحذير. محدش يجيب سيره الست دي على لسانه في قناته، لان الست ليه موجوده على اليوتيوب، ولا الست ديت بتدخل في قنوات، ولا الست دي دخلت عند حد، ولا الست دي لها علاقه باي شيء. ما يبقاش اخرة المعروف اللي عملته لامي ولاخويا ولاختي ولهم كلهم بلا استثناء استفادوا من الست دي، تمام؟ ما يبقاش بعد المعروف ضرب في الكفوف. انا لحد دلوقتي بتكلم بادب وبتكلم بذوق وبتكلم باحترام. الست اكبر من ان هي تعمل قله الادب اللي انا سمعته في البثات بتاعت الناس دي. الست اكبر من ان هي تحط نفسها او بتبص لحد. هي اولا كلنا، هي ما تستعناش بصراحه نشتغل لها الشنطه، علشان ان حد كل يوم حاططها وحاشرها في قناته. عيب اختشوا من المفروض اللي عمل لكم خير. بس هنعمل ايه؟ احنا بناكل في بعض، احنا اهل بناكل في بعض وبنقطع في بعض عشان الفلوس. فما بالكم ست عملت خير لامكم وعملت خير لاختكم وعملت خير لاخوكم وعملت خير لناس كتير وهم عارفين عشان ما تكلمش. بتخش بتطلعوا الست تتكلموا عليها وبتغلطوا فيها ليه؟ مدخلينها في الحوارات ليه يا جماعه؟ مدخلينها في الحوارات ليه؟ ولا اللي ما طالش منها حاجه يطلع يشتم ويهزق فيه؟ الست يا جماعه الخير لا بتخش قنوات، ولا الست يا جماعه الخير موجوده على اليوتيوب، ولا الست يا جماعه الخير شاغلها حنا اصلا، ولا احنا نعرف عنها حاجه. انا بالنسبه لي ورحمه ام وحياه ولادي انا ما اعرف عن الست دي اي شيء، ما اعرف عن الست دي اي شيء اكتر من الاكونت بتاعها اللي على اللي كانت بتعلق لي بيه. اكتر من كده نفيد. هتدخلوها في مهاترات بقى زي ام ناصر وام فالح. اللي استفدت من دي اطبل لها، واللي ما استفدتش من ديت ازم فيها. الست دي مش بتاعت الكلام ده. لو الست دي بتاعت الكلام دي كانت زمانها نشر نفسها في القناه، تمام؟ فكل واحده بعد اذنكم انا بتكلمها مره واتنين عشان ما اقعدش اتكلم في الكلام ده، عشان لو حصل حاجه بعد كده ما حدش يلوم الا نفسه. ما ترجعوش تقولوا زاهيه طلعت بتتكلم وزاهيه طلعت بتغلط وزاهيه بتطلع هي اللي انا ساكته. الحوارات دي كلها انا ماليش فيها. الحوارات دي كده ما حدش يدخلني فيها. طبعا انا قلت لكم الكلام ده مليون مره، لان انا بعيد عنها، انا بعيد عنها ومحدش يدخلني فيها. كون بقى واحده مهزأه ما تربطش ولا شافت ربع جنيه تلاته ومحدش حاكمها، كل شويه تغلط في الست وبعيدي عني. هي هتبص لك ليه يا بنتي؟ هو انت ايش تكوني في الكون؟ ولا انت ايش تكوني في الوجود؟ ولا انت ايه؟ ولا جوزك ايه؟ ولا انت اصلا على الخريطه؟
علشان الست تدفع فلوس تأذيكي او تدفع فلوس تأذي التاني، او عايز يا بنتي فوقوا فوق الست دي. ما تستعنيناش احنا كلنا نشتري الشنطه بتاعتها، هتبص لك بتاعي او انت ايش تكوني في المجتمع. عيب. انا لاخر مره هو لحد الساعه ما اتكلمتش، بس الست ديت واجبها عليا على الخير اللي عملته معانا ومع الكل، من حق ادافع عنها، لان الست لا غلطت ولا شتمت حد ولا اتدخلت بشر ولا اتدخلت بخراب ولا اتدخلت بحد زي اللي الناس بتدعمكم دلوقتي على اللايفات بتاعتكم على ازاءتنا. هقول كلمه كمان، الناس اللي بتدعم اللايفات على شتمتنا وعلى سبنا، بقول حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم، تشوفوها في عيالكم وفي اعز العزيز عندكم، ويتحرق قلبكم على العزيز العزيز العزيز، وتشوفوا اللي احنا فيه اضعاف اضعاف. لان كل ما بتدعموا اللايفات اللي فيها سب وشتيمه علينا، طول ما الحرب هتبقى شغاله وانتم مستفيدين. بس هقول لكم على حاجه، في فرق السما من الارض. الست لطيفه باشا هانم بحالها، وانتوا شفتوا الفرق بقى السما من الارض، ان ست راقيه 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 ومحترمه، ولما عملت في الخير، ولما وقفت في الخير. وشوفوا انتوا ايه، شوفوا انتوا بتتكلموا في ايه، شوفوا انتوا بتدعموا في ايه. انتوا بتدعموا في الشر وفي الخراب، تشوفوه في اعز العزيز عندكم وتشوفوه في عيالكم وتشوفوا اللي احنا فيه. اوجع كمان كلمه واخيره، يمكن معلش المقدمه ده وتطول شويه. كلمه واخيره، الست دي بره الكلام ده كله وبره الهيصه دي كلها، هتعملي فيها بقى عشان الناس تستعطفك والكلام ده، ما تفهموش من نفسك. انا بعيد يا جماعه الخير، وماليش دعوه بحد، وما بدخلش مع نفسي في مشاكل مع حد. كل الهري اللي على اليوتيوب وفي القنوات اللي عندنا كلها عشان الدعم، كله علشان الدعم، وكله بيموت علشان الدعم، واللي بيجي له حاجه عاوز التاني يجي له زيه، وانت ما اديتنيش هاكل فيكي وانت ما اعطيتنيش. كل بيموتوا في بعض وبياكلوا في بعض زي الكلام زي السمك، والكل بينهش فيه علشان خاطر الست مش موجوده. فككوا بقى. الست لو عايزه تدعمك ولا تدي للتاني ولا تدي للتالت، هتخش على قناتكم. ارحموا نفسكم وما تدخلوش الست في حاجه هي ملهاش فيها، لان هي اكبر 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 من هي تخش في التفاهات بتاعتكم دي. وغلطتها ان هي عملت خير، فيا رجاء اهو، رجاء تاني وتالت ورابع واخر تحذير، عشان يا جماعه الخير لو حصل حاجه بعد كده وانا طلعت اتكلمت ورديت وحصل حاجه، ما حدش يقول ده زاهيه اللي بتتكلم، ده زاهيه اللي بدات، ده زاهيه اللي عملت. لا، انا بقول لكم اهو نقطه ومن اول السطر ورب في علاه. لو سمعت اي كلمه على الست ديت في اي قناه من قنوات اهلي بنفس الاسلوب اللي انا سمعته في البث، انا ما دخلكوش لان ما بستنضفش اخش عنده، بس التعليقات بتيجي والناس بتتكلم، ورب الكعبه ما هسيب لا علي ولا واطي. ليه؟ علشان مش اخره المعروف ضرب الكفوف. ست ما تكونش مادت ايدها لامي ولاختي ولاخويا ولنا كلنا وفي الاخر يتعمل فيها كده. مش عشان انت ما طلتش منها حاجه ولفتي عليها في التعليقات الحقد والنار واكلك وعماله تربي الست تدي فلوسها الكلب ما في الشارع، ولا تاذيك ولا تاذي غيرك، لان ما هيش مستفاده منك حاجه. تمام؟ اخر تنبيه، الست ما حدش يدخلها في اي كلام. الست لا هي موجوده على اليوتيوب ولا هي موجوده معايا ولا هي موجوده في اي مكان، والست حره في اللي بتعمله، بس انت تتبلى عليها. بس معلش مش جديد عليكم التبلي. اخر مره يا جماعه الخير اهو، انا بتكلم اهو واول واخر مره، علشان لو حصل اي كلام على الست دي في اي قناه من عيلتي، انا ماليش دعوه بقنوات النظر، اي قناه من عيلتي ورب الكعبه لا هخلي العالي ولا على واطي، عشان الست عملت خير في امي على الاقل اشتال جزمتها على دماغي. ده الناس اللي بتعرف في الاصول وبتعرف في الاحترام وبتعرف في الواجب. يلا تعالوا يا ولاد المنام حبايب قلبي. يوسف قال لي يا ماما الفيديو كده طول وانت هتعملي لسه شغل كتير وروتين كتير، يا ماما نزله دول لوحده. فيا جماعه الخير محدش يزعل، انا ببعد عن المشاكل، وبدم انسانه بتظلموها وهي ما هيش موجوده على الساحه يبقى عيب. كفايه ظلم للقريب وللغريب. كل واحد يشوف نفسه وكل واحد يشوف محتواه وكل واحد يحترم نفسه، وانتي اقل 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 من ان حد يحطك في دماغه. لا انتي ولا غيرك ولا غيرك ولا غيرك. يبقى الست مش موجوده. هو في ايه يا جماعه الخير؟ هو كل اللي يقرب للعيله ديت احنا لعنه؟ اقسم بالله احنا لعنه يا ولاد. اي حد يتدخل في الصلح، اي حد يتدخل في حاجه يتبهدل ويتهان. حتى اللي عملت خير بتتبهدل وتتهان.
بدل ما تقولي لها شكرا والتانيين يقولوا لها شكرا على اللي انت عملتيه والكل يقول لها شكرا على اللي انت عملتيه، اما احنا اقول لكم على حاجه، ما هو احنا كده زي القطط بناكل وبننكر. تمام؟ مش علشان انت ما استفدتش منها حاجه هتعملها البانه، مش هتعملها البانه. الخطط بتاعتكم دي فكها منكم وفككم من القرف اللي انتوا بتعملوه ده بقى. فوقوا فوقوا بقى لشغلكم، فوقوا بقى لقنواتكم، فوقوا بقى لاكل عيشكم. عيب عليكم عيالنا، عيب. عيب اللي بيحصل ده كتير، عيب اللي بيحصل ده كتير. كل واحد معاه عيال، انتوا ما بتدوروش على عيالكم، انتوا بتدوروا الفلوس تجيلكم والدعم جاي. اخس اخس على كده ان احنا عدنا كلاب الفلوس، اخس ان احنا بناكل في بعض عشان الفلوس، اخس ان احنا كل يوم نعمل لايفات. الحمد لله ما تجيليش دعم على لايفات ولا يلزمني ولا يلزمني. وانا بقول لاي حد بيدعم اي لايف من بتاعهم، بقول حسبي الله ونعم الوكيل فيه، ويتحرق قلبك على اعز العزيز عندك، وتشوف الحرب اللي في بيتنا والحرب في عيلتنا، في عيلتك وفي عيالك وفي صحتك وفي عافيتك. علشان انتوا لو ما بتدعمهمش على اللايفات اللي بتبقى كلها سب وشتيمه واهانه واكل في الاخوات، هيختشوا على دمهم وهيعرفوا ان اللايفات ديت ما بتجيبش نتيجه. بس اللايفات دي بتدعم عشان الحرب تفضل شغاله، فانتوا بتساعدوا عليها، يا بتتحرق قلبكم على اعز ما عندكم وتشوفوا النار اللي احنا فيها في عيالكم. كل اللي بيدعم على الشر وكل اللي بيدعم على خراب الاهل وخراب البيوت. عيب. عيب بقى، بدل ما شايفينهم بينعروا تدفعوا تدفعوا تدفعوا، يا شيخ استحوا على دمكم واستحوا على حالكم. عيب. عيب. اما الست اللي انتوا بتتبلوا عليها دي، هي فين في الليله دي كلها؟ ولا علشان عرفتوا ان هي وقفت جنب زاهيه مره او وقفت جنب حد مره، يا طول منك يقطع قلبك، يا عاوز منك يهموتك خالص. وكل ده بقى على العلن، كل ده بقى على العلن. عيب. اخر مره بقولها، اي قناه تحذير، اي قناه من اهلي هيجيبوا سيره الست دي بحاجه، ورب الكعبه لا هخلي لا في عالي ولا في واطي، لان الست بعيد ماهيش موجوده. والناس اللي بيقول لك دخلت قنوات، هي ما تستنضفش تخش قنوات عندهم، ما تستنضفش اصلا. الست ما تستنضفش اصلا تخش على القنوات عندكم. بقى دخلت عندكم وانتوا ضربتوها، اقسم بالله لو دخلت عندكم لانتوا لحسين الجزمه بتاعتها، لان انتوا ورا اللي بتلحسوا جزمته عشان يديكم. ده هي هتخش حاجه لطيفه، الست الكل تخش عندكم وتطردوها. ما كناش لفين عليها في التعليقات، ما كناش صرمنا ولا علشان ما ادتلناش. فكل واحد يحترم نفسه، والفكره الهبل اللي انتوا فيها دي فكوكوا منها واحترموا نفسكم. ايه اختشوا على دمكم بقى شكلنا زباله، بقينا حكوه اليوتيوب، بقينا معيره الدنيا كلها. بس هنعمل ايه؟ الفلوس بتعمل نفوس، النفوس بتخلي القلوب والعه، النفوس خلت الدنيا تاكل في بعضها والفلوس تاكل في بعضها. مع ان احنا ما فيش في حياتنا مشاكل، كل المشاكل عاديه، بس لا، لازم نطلع نعمل اللايفات ونقل ادبنا علشان الدعم يترش علينا زي الرقاصين. بس يهمنا شكلنا في البلد لا، يهمكم عيالنا لا، يهمكم سمعتنا لا، يهمكم اي حاجه في الدنيا لا. الله يعينكم ويقويكم على نفسكم، بس محدش يجيب سيره الست. انا بقولها وانتوا عارفين زاهيه، مش هبقى على حد. ليه؟ واحنا ما تعملش خير في امي وخير في اخويا وخير في اختي وخير في ناس تانيه هنا عاطيالهم برضه، ناس هنا برضه في اخواتي عاطيالهم. يعني الست ما اتاخرتش، ولا الجاموسه اللي كانت جايباه عشان تلم العيله، الست دي عملت فيكم خير بس انتوا ما تمرش فيكم، يبقى اخرتها محدش يجيب سيرتها. مش علشان انت ما خدتش منها صرمك يفضل والع. انا بحذر اهو، ورب الكعبه ان عاد سيرتها تيجي في اي قناه من قناه اخواتي ما هتعرفوا ايه اللي انا هعمله. تمام يا جماعه الخير؟ انا كنت اعمل لكم الفيديو ده، اعمل محشي، بس اعمل محشي في فيديو تاني. انا هنزله علشان اخر تنبيه على الكل. انا لا عايزه مشاكل ولا عايزه اخش في مشاكل، كلوا بعض بس ابعدوا عن الناس، موتوا بعض زي ما انتوا بتموتوا بعض بس بعيد عن الناس. انتوا بتاكلوا فيا وبتنهشوا فيا علشان خاطر الدعم، عشان خاطر ما خدتوش مني دعم. بس انا ماليش حكم على حد، ما باخدش من حد ودي لحد، وما بطلبش من حد. عاوز بيعمل خير وانا كنت وسيطه فيه بعمله، انا ماليش فيه، انا واسطه خير زي اي حد في الدنيا. يبقى اخرتها تتهزق وتتهان وتتهميها وهي اللي بلغ. انتوا ايش تكونوا؟ فوقوا لنفسكم بقى، فوقوا لنفسكم من الغيبوبه اللي انتوا فيها. احنا ولا حاجه، احنا ولا حاجه، احنا عدنا ازبل حد على اليوتيوب يعني احنا ولا حاجه. فوقوا من الغيبوبه اللي انتوا فيها، فوقوا خلاص. اللي عنده عيال واللي عنده بنات واللي عنده رجاله، فوقوا بقى، الله يحرقكم، الله يحرقكم. فوقوا
محدش عاد يجيب سيره الست باي كلمه. كل البلاء والتهم ده على الست، اقسم برب العز ما هسيب لا اخضر ولا يابس ولا ما بيهمنيش حد. تمام. اخر تحذير واخر تنبيه، اخر تحذير واخر تنبيه. يلا يا جماعه الخير، انا اسفه لان الست ما تستاهلش البهدله اللي اتبهدلتها، ولا تستاهل الاتهامات اللي اتهمتها، ولا تستاهل كل اللي اتعمل عليها وكل اللي اشتغل نفسه في الطريق. لطيفه لطيفه لطيفه. امك لامك ولا اختك، لامك ولا اختك ولا عمتك ولا من بقيه عيلتكم ولا تعرفكم ولا لها صله بيكم. انتوا هتعملوا زي ما كنتوا بتشتكلوا معايا على امكم، هتشتكلوا عليه ست مش موجوده، وحتى لو موجوده ما يخصش حد في الدنيا. بدل ما بتاذيش حد فيكم، واللي عنده دليل ان الست دي اذت حد يقول، مش كلام على الفاضي والناس تطلع تتكلم. ايه؟ لا امك ولا اختك ولا عمتك ولا بنت خالتك ولا من عيلتك ولا من بلدك ولا تبقى لك حاجه لازقين في الست دي. كل ما واحده تشيل لطيفه 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 لطيفه. ايه؟ ايه عيب؟ عيب استحوا على دمكم، عيب استحوا على دمكم. حتى افتكروا الست وقفت جنب اخوكم اللي بره، ان مفيش حد فيكم وقف جنبه، الكل طالع ينهش فيه. وقفت جنب امكم، عادتها بحته نظيفه، طلعت امكم العمره وجابت لها الذهب، طلعناه صدقه على روحها. وقفت جنب شرهان، وقفت جنب فلانه وفلانه وفلان وفلان، مش عايزه اقول. عيب، عيب ما تبقاش حرقاكوا قوي كده علشان الست دي تبع زهري. الست ما هيش تبع حد، ست ما هيش تبع حد، ولا همكوا ولا اختكوا ولا هابوكوا ولا من عيلتك انت ولا هي عشان تستحقوا بيها. علشان كل ما واحد يشتغل نفسه حطها يتكلم على الست. طبعا حبايب قلبي ده الكلام اللي عندي، وبقول لك اي حد ادعى على الست دي دعوه تترد له في صحته وعافيته وفي عياله. اي حد دعى على الست لطيفه دي، كل دعوه دعتوها عليها تترد لكم في صحتكم وفي عافيتكم وفي عيالكم، لان انتوا ما حدش بيتمر في حاجه، لان الست عملت خير يتقلب عليها شر. وانا بقول لك يا استاذه لطيفه لو بتسمعيني حقك عليا، ما تزعليش، وانا اسفه ليكي، وانت على دماغي من فوق وجذبتك على دماغي من فوق، عشان وقفت جنب امي وجنب اخواتي وكنت بتعملي خير كتير، وجزاتك ان انت اتشتمتي وبيتلفق لك كلام وبتلفق لك حوارات منهم لله وحسبي الله ونعم الوكيل. واللي انا بقوله لك انا بتاسف لك، وحقك عليا وانت على دماغي، ويا رب تكوني بتسمعيني، وبقول لك ربنا يجازيكي خير على اللي انت عملتيه ويجعله في ميزان حسناتك. بس للاسف انت عملتيها عند ناس ما بيتمرش فيهم الخير، انت عملتها عند ناس عاوزين ينهبوا وياكلوا، يا اما ياخدوا منك يا اما هقطعك تقطيع، يا اما اخد منك فلوس وتديني، يا اما هغلط فيكي وهتبلى عليكي وهقول عليكي اوحش كلام. احنا عدنا في غابه، عدنا في غابه. فبقول لك حقك عليا، ما تزعليش، وانا اسفه، وانا اللي بتاسف لك. وكل حد دعا عليكي دعوه تترد له في صحته وعافيته، لانك انت عمرك ما عملت حاجه وحشه، ولا عمرك سعيت للشر، ولا عمرك دعمتي قنوات بتنهش في لحم حد، ولا عمرك دخلت في لايف عند حد بياكل فخته ولا فخوه وكنت بتدفعي. عمرك ولا انت موجوده على اليوتيوب من يوم ما انت اتهنت من الكل قلت لي يا زهيه انا بعيد، انا بعيد، انا ماليش في الليله دي، انا عملت خير وما طمرش، فمعلش انا اعمل خير في مكان تاني. وبقول لك كتر خيرك وتشكري، بس هنعمل ايه؟ حقك عليا انا. كل نصيبه زي ما هم بيلبسوها لي عاوزين يلبسوها للست. وناس بتقول ان الست لطيفه راجل، تصدقوا بالله هي ب 100 راجل واجدعها من مليون راجل، وست فعلا ب 100 راجل صح. لما تقول يا زي انا هقف جنب فلان بتقف، يا زي لما انا هعمل لفلان بعمل. تمام. بس للاسف كل الناس استغفر الله العظيم على اليوتيوب عدنا في غابه، عدنا في غابه، عدنا اللي عاوز سمسره الدعم، سمسره الدعم ياخد منك يطلع اشتمك وهزقك وهينك واجرحك واقول في حقك اوحش كلام. بس ما فيش حاجه بعيده عن ربنا. حسبنا الله ونعم الوكيل في اللي جه على الست ديت، واللي غلطت فيها واللي هانتها واللي قالت عليها كلمه وحشه. انا بقول لك حقك عليا انا، وانا اللي بتاسف لك، وانت على دماغي وانت على دماغهم كلهم. وبقول اللي بيدعم اللايفات اللي بتبقى في العيله هنا كلها شتيمه وسب وقله ادب، تشوفوها في صحتكم وفي عافيتكم وفي ولادكم وفي حياتكم، وكل قرش بتدفعوه في اللايفات اللي كلها شتيمه فينا وانتم مولعين في الدنيا نار، تشوفوها في اعز العزيز عندكم عشان العيله اللي اتبهدلت دي كلها علشان الدعم، عشان ده عاوز ينهش من دي وده عاوز ينهش من دي، ولو ما خدتش منك هطلع عليكي وما ادتنيش هعمل لك. احنا عدنا كده، احنا عدنا كده. اتقوا الله لما تلاقوا لايفات زي دي ما تدفعوش عشان ما يتشجعوش يعملوها تاني.
بس انتوا بتشجعوا كده هطلع كل دقيقه. عيب عيب، خافوا من ربنا. وكل اللي بقوله اخر مره، في العيله الست دي لا لها دعوه بيكم ولا من بقيه عيلتكم ولا اختكم ولا بنت عمكم ولا امكم ولا من عيلتكم ولا من بلدكم ولا تبقى لكم ولا تعرفوها ولا هي تعرفكم. بتطلعوا تستحقوا، فكل واحده تحترم نفسها وتخليها في نفسها. تدعي عليها الست اذتكم في ايه؟ حد يقول لي هي الست اذتكم في ايه؟ اذتكم انها وقفت مع امكم عملت لها البيت اللي هي قاعده فيه؟ اذتكم ان طلعتوا امكم عمره اللي انتوا ما حدش فيكم عملها لها؟ اذتكم في كل شهر كانت بتبعت لها مصروف وما حدش كان فيكم بيصرف عليها؟ اذتكم ان هي وقفت جنب اخوكم الغلبان اللي لحد دلوقتي ما حدش راضي يقف جنبه وبتناقشوا فيه؟ ولا اختكم اللي كانت بتسرح في الغيطان وقعدتها في الغيطان وكانت كل شهر بتبعت لها فلوس؟ وهي اللي جايبه التوك توك لاختكم؟ النار ولع من ساعه التوك توك. تقول لا الست دي ما عملتش، وعاطيه الحنان وعاطيه لاولاد حنان وعاطيه العلا وعاطيه الرن، عاطيه للكل، يبقى ما حدش يطلع ينهش فيها، ما حدش يطلع غير يغلط فيه. الست ما تعملش خير وفي الاخر تطلعوا تتبلوا عليها، وكل واحده في قلب الله يف عندها تشتم وتهين، تشتم وتهين في الست، بتشتموا وتهينوا في الست عشان اللي ما عرفش يوصل لها واللي ما عرفش ياخد منها يطلع يغلطوا فيها سواء بنت او راجل. عيب، استحوا على دمكم. انا بقول لك يا استاذه لطيفه، حقك عليا، حقك عليا، وانا اسفه، ويا ريتك ما عملت خير في العيله دي.